نهاركم سعيد ويوم جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا برنامج شباب على الهوا. النهاردة حلقتنا بنبدأها زي ما بنبدأ كل حلقاتنا بالتفاؤل والمرح والسعادة طيب جودة الحياة هتيجي منين إذا ما كانش الواحد جسمه كويس أو صحته كويسة؟ طب صحتنا تبقى كويسة ازاي؟ صحتنا تبقى كويسة لما نبقى بنستخدم جسمنا بطريقة صح. طيب هنستخدم جسمنا بطريقة صح ازاي؟ نرجع بقى للنقطة الأساسية اللي دايما كنا بنقولها زمان وكانت بتبقى مكتوبة على ظهر الكتاب بتاع الوزارة، اللي هي العقل السليم في الجسم السليم. يعني لازم نمارس الرياضة حتى ولو كانت رياضات بسيطة. مش لازم ابدا فكرة ان احنا نمارس الرياضة يعني نفكر ان احنا هنوصل للاولمبيات، اكيد يعني مش كل الناس متاح عندها ده، على الرغم من ان احنا عندنا كتير جدا من الشباب ونماذج كتيرة جدا مشرفة ودايما بتبقى موجودة معانا وبيكونوا واصلين مش بس للاولمبيات ولكن واصلين كمان ان هم يبقى معاهم كاس مصر. ان احنا لازم نقول ان حبة الوقت دول مخصصين للرياضة. اليوم الفلاني في الأسبوع هاخد منه ساعتين 2 بس أعمل فيهم رياضة. والحقيقة إن إحنا موضوعنا النهاردة مرتبط برياضة من الرياضات الجميلة اللي أحلى ما فيها إنها رياضة فيها روح، رياضة فيها حركة، رياضة بنشوف فيها أماكن كتير. هي رياضة ركوب الدراجات. تحرك جسمنا، بنتعرف على اشخاص وناس جداد، بنشوف اماكن جديده، بنتعرف على اماكن جديده في مصر. كل ده هنتعرف عليه النهارده من خلال موضوع حلقتنا وهي الرياضه اسلوب حياه، وكل ده هنعرفه. مش هحرق لكم بقيه الحلقه هنتكلم فيها عن ايه، ولكن اديت لكم سمري عن الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهارده وهو رياضه ركوب الدراجات. الفاصل قصير بعدها هنشوف الصوره الايجابيه اللي هتكون معانا. حاجه الحقيقه بتعجبني في برنامج شباب على الهوا ان احنا بنقدر، او فريق الاعداد بيقدر ان هو يوصل لمجموعه من الصور الايجابيه اللي بتبقى موجوده على ارض الواقع في مصر. مش الحكايه بقى النهارده صورتنا الايجابيه بتقول ان انت لو عندك موهبه حقيقيه وحلم نفسك تحققه، حاول ان انت تتمسك بيه جدا جدا، وكمان تتعب عشانه، لان الحلم اللي بتحلم بيه مش ممكن هيجيلك وانت قاعد على الكنبه، اكيد هيجيلك لما هتتعب هتبذل مجهود، وان شاء الله في النهايه هتقدر ان انت تلاقي النتيجه. محمد ناصر هو شاب دخل هندسه، اشتغل مهندس مثقف، وفي نفس الوقت هو بيحب رسم الكاريكاتير. مع دراسته العمليه الصعبه جدا ما نساش ابدا ان هو بيحب الكاريكاتير، متميز جدا في رسم الكوميكس برسوماته، قدر ان هو يكون ليه مكانه متميزه في الجزئيه اللي هو بيحبها زي ما انتم شايفين. الفكره بقى ان هو اتصور جنب رسم الكوميك الخاص بيه فين؟ في متحف مانشستر. وطبعا الكوميك بتاعه بيحكي عن قطعة أثرية معروضة في متحف مانشستر، وده جزء من معرض جديد في المتحف بيعرض قطع أثرية، وجنبها أو جنب كل قطعة كوميك بيحكي قصتها. كوميك يعني زي الرسوم المتحركة كده، بس اللي هي زي القصص بتاعت الأطفال اللي كنا بنجيبها زمان. طبعا لان ناصر بيشارك برسوماته في مبادره اثارنا المغتربه اللي اسستها دكتوره هبه عبد الجواد، وهي مبادره بتهدف بتعريف المصريين خاصه اللي في الخارج باثارهم الموجوده والمعروضه في المتاحف المختلفه وقصتها وحكايتها ومعروضه فين، ودي بتعتبر جزء من تاريخ المصريين وجذورهم، ولازم ان احنا نعرفه ونفتخر بيه. الحقيقه كمان ان ناصر كتب جمله جميله جدا جدا على الصوره بتاعته. كتب ايه بقى؟ وقف جنب الصوره بتاعته زي ما احنا شفنا كده من شويه، وكتب عليها كله من الاساس توفيق من عند ربنا، بس لازم تعافر وتحاول. هو ده بقى يعني الموضوع او النقطه او الزتونه زي ما الشباب بيقولوا، ان احنا اللي هنطلع بيها من الموضوع ايه بقى؟ ان احنا لازم نعافر عشان نوصل. عافرتوا هتقدروا توصلوا لحلمكم زي ما محمد ناصر عمل بالظبط، وقدر ان هو يوصل لمراكز عاليه. تعالوا مع بعض بقى دلوقتي نطلع لفاصل قصير جدا وهنشوف فيه حاجه ظريفه، وبعد كده هنرجع نستقبل ضيوفنا عشان نشوف ايه موضوع الرياضه ده وازاي نقدر ان احنا نتعلم عجل، لان الحقيقه انا ما بعرفش اسوق عجل، فهنشوف الموضوع ده هيتحل ازاي وهنرجع لكم مره ثانيه. هنتكلم في موضوع الرياضه تبقى جميله الروح ازاي وتبقى صحتك كمان جميله. هو ده اللي احنا نعرفه النهارده من خلال ضيوفي اللي انا هستقبلهم معايا النهارده. معايا احمد طارق، ازيك؟ محاسب طبعا، صح كده. ومعايا كمان عبد الله سلامه، ازيك؟ استاذ عزه، ازي حضرتك؟ طبعا طالب بكليه تجاره.
طيب كليه التجاره سنه ثانيه. الحمد لله. طيب النهارده بقى معانا كمان شهي علي مدرسه لغه فرنسيه. اهلا بك يا شهي. صباح الخير، ازيك يا عزه؟ صباح النور. النهارده بقى يمكن هنتكلم عن الرياضه وازاي ان هي تكون يعني سبيل لصحتنا الكويسه. فاول حاجه عايزين نتكلمها هي بدايه كل واحد فيكم في مجال الرياضه او في مجال على وجه التحديد رياضه ركوب الدراجات. نبدا معاك. تمام. لو هنتكلم عني بصفه خاصه او بصفه عامه، احنا كلنا تبع جروب اسمه جروب مشوار. الجروب دوت بدا من سنه 2015، بس احنا كل واحد فينا بدا من وهو صغير، يعني مفيش حد ما ركبش عجل في طفولته، فكله ركب. انا انا كانت اتعلمت عجل وانا كبيره، انا كنت بعرف اركب عجل وانا صغيره. شفتي؟ هنرجع بقى للموضوع ده عشان انت لا. قلت نقطه لمستنا جدا. لا احنا يعني عامه المفروض في الشائع ان كلنا بنركب عجل واحنا صغيرين، بس لما كبرنا بقى الواحد جرب بقى يجيب عجله يروح بيها شغله، لقى انها بتروح معاه، بعد كده قرر ان هو يجرب يروح بيها اماكن ابعد، يتفسح يخرج يلاقي ناس بتسافر. بعد كده اتجمعنا لقينا جروب اسمه جروب مشوار دوت بيسافر بالعجل، بيلف محافظات، انضمينا ليه. كل واحد طبعا انضم ليه على حسب ما عرف يلاقيه يعني وكده وبس. ومن ساعه ما دخلنا جروب مشوار واحنا على طول بنسافر بالعجل في مصر كلها من ساعه ما بدانا بصفه دوريه، يعني بطريقه مستمره من اول ما بدانا لحد دلوقتي. تقريبا عملنا 127 سفريه ما شاء الله. لا ده احنا هنتكلم بقى عن موضوع السفريات ده وبالتفصيل، بس خلينا الاول نشوف عبد الله. عبد الله، يعني الموضوع بدا معاك ازاي في ركوب الدراجات؟ طيب هو انا كنت اصلا جايب عجله، اللي هو حلم طفولتي ان انا اجيب عجله. جبت عجله وانا كبير، يعني ما جبتهاش وانا صغير. ابتديت اروح مشاوير بيها وان انا اروح الدروس بيها. اروح الدروس بيها وكده. تمام. لقيت الموضوع جميل، ان انا بقيت رياضي، بقيت الموضوع بقى احسن معايا. بقيت عندي صحه ان انا اجري، اروح هنا اروح هنا، الموضوع اختلف معايا. فبعد كده بقيت اروح مشاوير تانية ابعد، لقيت الموضوع جميل. طب قلت يلا بقى ايه، ابدا اسافر. احلى حاجه مفيش ركنه، مفيش ركنه، وبيخليكي نشيطه على طول. يعني العجله بتخلي الجسم نشيط، انت مفيش خمول في اي وقت عايزه تعملي حاجه بتعمليها. ليه؟ العجله منشطه جسمك. رحت اسماعيليه اول سفريه ليا عشان اكل سمك. انا ما بحبش السمك اصلا، بس انا بتلكك عشان اركب العجله واسافر. وكانت اول سفريه، ومن ساعتها بقى لا الموضوع بقى لا انا عايز اسافر تاني. انا عايز مين الناس، هو في اصلا في ناس بتسافر بالعجل وبتعمل زي كده. وكانت البدايه ان انا الاقي جروب مشوار وان انا ابتدي اسافر واحترف في الموضوع. تمام. شيء بقى حكايتها حكايه، يعني حكايه تشبه لحكايتك كده. انا كنتش تعرفي تسوقي عجل خالص؟ كان عندك عجله وانت صغيره؟ خالص لا، كان عندي عجل بسندات، اللي هو اللي ده. ثانيه، انا لغايه دلوقتي بسوق اللي بسندات. كنت طول عمري بركب العجله بتميل مني كده، مش بعرف اوزنها. وبعدين كان عندي حاله نفسيه مش تمام، وكان وزني زاد فمن ضمن الاقتراحات اللي كانت موجوده ساعتها ان لازم اتعلم اي حاجه، فنتعلم عجل. كان في البيجز، الصفحات بتاعه الفيسبوك اللي بتعلم. رحت اخدت سيشن، ما كنتش متوقعه خالص ان انا هعرف اسوق. يعني انا رايحه على اساس مش هعرف. من اول نص ساعه لقيت نفسي بمشي لاخر الشارع وبلف وبرجع. كانت مفاجاه، ما تخيلتش. هي متعه. ما تخيلتش ان انا هعرف. انا طول عمري لحد ما وصلت لاخر ال20 ما بعرفش اسوق عجل. فلما اول مره ركبتها وسوقت بيها ما وقعتش، كان يعني مش مصدقه نفسي. وبعدين بدات طبعا كانت اللياقه ضايعه خالص، صفر يعني. كنت بمشي لاخر الشارع انهج واعرق وكان مش قادره. وبعدين بدات واحده واحده بقى اللياقه بالتدريج خالص، المسافات تعلى واللياقه تعلى والنفس بقى احسن من غير ما تحسي انك بتبذلي مجهود خالص. وبعدين بدات اتعرف على الجروبس اللي بتعمل رايدات داخليه. يعني انا كنت ساكنه في الهرم ساعتها. لما رحت التجمع قلت بس بقى انا عملت انجاز ما حصلش قبل كده. وبعدين بقى كل شويه الواحد عايز يعلي المسافه، فبدات اول سفريه ليا خالص رحت الفيوم. الفيوم الهرم مش مسافه كبيره قوي، بس بالنسبه لي كان انجاز. بعدين اتعرفت على جروب مشوار على الفيسبوك، كنت بتابعهم على الفيسبوك. بقول ايه ده، ايه الجنان. ساعتها كانوا هم رايحين الواحات وراحوا الغردقه ساعتها. ايه ده، هو في كده، هو في حاجه اسمها كده في الحياه؟ مكسوفه اقول الكلمه. خلينا طب نشوف جزء من رحلاتكم ونرجع نتكلم بقى عن موضوع هنقول ايه، نقول عليه ايه، مش هقول زي ما انت قلتي اكيد، هنقول ايه الفكره المطرقعه دي، صح؟ نقول كده. طيب خلينا نشوف الجزء البسيط ده ومن السفريات بتاعتكم، تقريبا فيلم انت اللي عامله او حاجه زي كده، ونرجع نتكلم بقى عن موضوع السفريات وازاي بيسافروا وايه هي الاستعدادات الضروريه لكل سفريه.
تاني تاني تاني. اللي انا شايفاه ده بجد ده جزء يعني صغير من ده جزء الحقيقه صغير، اصلا، ده الواقع جزء صغير أكتر من الحقيقه بكتير. يعني. اسئله بقى كتير يعني اللي هو ايه ده بيستعدوا ازاي؟ ايه ده طريق ما فيهوش حد غير عربيات نقل وناس مسافره بجد مفيش عربيات اصلا في طرق زي وفي طريق طرق ما الواحات، فيهاش. ومن لما تروح لسيوه الطريق ده آه. حتى العربيات مفيش وما في، هي بنزينه يعني واحده بس. مفيش أي حاجه تانية. بنزينه. طيب قولي علشان لو عربيات عدت انتوا مش هتبقوا محتاجينها قوي. انا بتكلم ان هو العجل لو جرى له حاجه، طب بلاش البني ادمين، مفيش شد عضلي، مفيش حد بيتعب، حد يتعب من الشمس. هل في عربيه بتبقى زي الجروبات التانية اللي بشوفها بتبقى ماشيه معاكوا عربيه نص نقل اللي يتعب يحط العربيه العجله بتاعته او كده ولا ايه؟ بص انا اقول لحضرتك حاجه. اولا فريق مشوار هو يعني الفريق الوحيد في العالم كله اللي بيسافر بمجموعه كبيره مسافات طويله، سفر قد يصل الى 1000 كيلو 1200 كيلو، وديت حصلت قبل كده بدون دعم وبدون اي رعايه. يعني احنا كلنا معتمدين اعتماد شخصي لكل واحد فينا، تمام؟ فانا وانا مسافر لازم ببقى عامل حسابي ان انا معايا عده انام بيها، معايا عده اطبخ بيها، معايا عده العجله لو العجله حصل فيها اي مشكله، ومعايا اسعافات اوليه كمان لو حد حصل له حاجه يعني قلت لي سرير وخيمه معايا سرير وثلاجه. هو بص هي ديت مصطلحات يعني عامه، بس لو نيجي نبص السرير ايه؟ سليبنج باج، ومعايا ماشي. الخيمه بتاعتي، ومعايا ممكن مفرش احطه في الخيمه، تمام؟ ده الكلام ده انت بتقوله على كل واحد على موجود كل معاه واحد الكلام فينا ده. ومع على عجلته معايا خيمه ومعايا منامه ومعايا زي فرش كده او حاجه او بطانيه ممكن استخدمها، ومعايا بوتاجاز صغير، وطبعا مش كله بيبقى معاه بوتاجاز يعني، بس في ناس بيبقى معاها كده يعني، والثلاجه ايس تانك صغير كده مثلا، او كل ده على العجله؟ كل ده على ما هو العجله. ده هيزود التقل بتاعها. ما انا اقول لحضرتك متعودين. حاجه، احنا هدفنا ان احنا بنعمل ترحال مش بنسابق، فانا مش هاممني ان انا اوصل امتى، المهم ان انا اوصل سليم واستمتع بكل حاجه في الطريق. الموضوع مش في الوصول، الموضوع في الرحله، القصه بتاعتنا في الرحله، الطريق عامل ازاي، السفريه عامله ازاي، الوصول بقى يعني اي حاجه، اي حد عايز يوصل لاي حته ممكن يوصل لها، بس بعجله ديت بطريقه جديده يعني. عبد الله عايز يقول حاجه شكله. انا عايز اقول ان الترحال بيعلم حاجات كتير. احنا بنتعلم الاول حاجه الاعتماد على الذات، ان انا بقى طالع اكلي وشربي، انا عارف هقف فين، الطريق مثلا مقسم الطريق المسافه كلها مقسمها النقط، انا هقف في حته معينه، تمام؟ مثلا لو احنا مسافرين سفريه فيها تخييم، بيبقى كل واحد جايب معاه عده التخييم بتاعته، على اساس ان احنا لما بنعمل كامبينج بنقف في مكان هنخيم فيه، وهنقعد بنولع نار، اللي جايب بوتاجاز معاه، بنطبخ، بناكل، بنشرب، وطبعا بننام ونصحى بدري نمسك الطريق نكمل. فالموضوع ده بيفرق معانا جدا. بعد كده يعني انا باخد فاصل في حياتي، وبعدين ارجع تاني بستعيد طاقتي للشغل، للدراسه، لاي حاجه. فانا احب انصح كل الناس ان هي لازم تغير من حياتك، لازم تغير من وقتك، وتلعب رياضه في نفس الوقت. يعني احنا عاملين الرياضه وعجل. ليه؟ لان انا بروح مشواري بالعجله، يبقى انا لعبت رياضه وفي نفس الوقت رحت المشوار بتاعي، اذا كان درس، اذا كان مشوار شغل او حاجه زي كده، فرياضه مفيده. تمام. طبعا هرجع اسال شيء سؤال بقى من الاسئله الصعبه، هم قالوا هيستعدوا ازاي. انا هسالك بقى انت حاجات تانية، بس خلينا نطلع لهذا التقرير اللي احنا يعني تم اعداده عن الشباب ورياضه ركوب الدراجات وراي الشباب ايه في الشارع. خلينا نشوف التقرير ونرجع مره تانية. الدراجات هو من افضل تمارين الرياضه التي تساعد في الحفاظ على صحه القلب والشرايين، وايضا اهتم بها الشباب في الفتره الاخيره، وتختلف تماما عن جميع الرياضات التي تتم داخل صالات الألعاب الرياضية، حيث أنها تمنح الشعور بالحرية والسير في كل مكان وممارسة الرياضة لتقوية الجسد. مرة تاني وبرنامجنا برنامج شباب على الهواء، وكنت قلت لكم ان انا هسأل شاهي على حاجة مهمة جدا، المحافظات اللي انتوا زرتوا محافظات ايه مثلا؟ لا الحمد لله مفيش محافظه في مصر ما رحناهاش، واللي ما رحناهوش ففي الخطه ان احنا هنروح. يعني من اهم الحاجات اللي رحناها كان الواحات طبعا، ووصلنا لحد الفرافره كمان، يعني الواحات البحريه. احنا بنحب الطريق ده جدا، لان طريق احنا بنسميه طريق بلا قلب، ما فيهوش ولا خدمات ولا اي حاجه، انتي والطريق والعجله بس. فدي من امتع الطرق بالنسبه لنا.
من السفريات الكبيره برضو اللي حبيناها قوي، رحنا اسوان. دي كانت من احلى السفريات. واخر حاجه اللي كانت في العيد الصغير رحنا العريش وكملنا لحد معبر رفح. دي كانت اخر حاجه. وصلتوا للحدود خلاص طبعاً. الحمد لله. آه. احنا وصلنا لحدود مصر الجنوبيه قبل كده، وصلنا لحد شلاتين، والمره دي الحدود الغربيه وصلنا لحد رفح. ناقص ايه؟ سلوم. ناقص سلوم. اوعوا تطلعوا بره مصر، كفايه كده. لا إن شاء احنا الله. اصلا حلمنا ان احنا نطلع بره مصر، يعني احنا عملنا كل حاجه في مصر، بس احنا حلمنا بقى ان احنا ننتقل للعالميه، ان احنا نسافر بره. احنا طبعاً. عندنا تارجت كبير اللي هو الحرم المكي. الحرم عايزين المكي. نعمل عمره بالعجله ان شاء الله. بنحاول محتاجين طبعا يبقى سبونسرز مثلا، محتاجين التصاريح. فده حلم كبير قوي من احلام مشوار رحله الحرم المكي. ان شاء الله باذن الله تقدروا تحققوها. يعني انا بجد يعني في نهايه حلقتنا اللي مش عارفه وقتها خلص ازاي، بشكركم جدا جدا. انتوا شرفتوني النهارده ونورتوني، ميرسي، وانتوا فعلا شكراً مثال ليكي. للشباب اللي عايزين يعملوا حاجه بره الصندوق، وفي نفس الوقت مش مجرد حاجه بره الصندوق، لكن هي حاجه هتفيد الصحه بشكل عام. بشكركم جدا جدا. انا ينفع اقول كلمه صغيره قبل ما نقفل؟ يعني للاسف احنا حلقتنا خلصت. يعني عايز تقول حاجه بسرعه قولها بسرعه جدا. بسرعه. لا في ناس كتير قوي بتقول لنا ان احنا بنعمل حاجه ملهاش اي لازمه، وفي ناس بتقول ان احنا ناس فاضيه ومعانا فلوس وبتاع خالص. كده. لا احنا لما نيجي نسافر بنختار او وقت فاضي في الاجازه بتاعتنا، تمام، وكلها على نفقتنا الشخصيه وكلنا هو شغالين. يمكن زي ما عبد الله كان بيقول ان احنا نعمل حاجه تفيدنا ونخصص لها وقت في حياتنا علشان نبقى خرجنا من الاطار الروتيني. بجد بشكركم جدا على فكرتكم شكراً. الجميله، وبشكر طبعا جروب مشوار كله بكل اعضائه وكل القائمين عليه، وبشكر كل مشاهدينا اللي تابعونا النهارده في برنامجنا برنامج شباب على الهواء. اشوفكم ان شاء الله الثلاث اللي جاي.